السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا. دلوقتي هنقدم لكم أحداث جديدة من مسلسل إليف. أحداث حلقة النهاردة أحداث مهمة جدا، ويا ريت تتابعونا وتكملوا معانا الفيديو للآخر، وما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد. الحلقة بتبدأ على ملك وهي جوا المقفر، وبتيجي مدرسة إليف كمان وبتقول كل أقوالها عن الست اللي جت خدتها من المدرسة، وبتكون بتبكي، وملك بتكون منهارة وعايزة تلاقي بنتها بأي طريقة، وبيفضلوا يهدوها، لكن هي بتقول أنا مش عارفة دلوقتي بنتي في إيد مين. في الوقت ده الست اللي بتكون أخدت إليف طبعا بتعمل لها كيك زي ما متفقة مع أرزو، وبتحط لها عليه السم بعد ما اتفقت مع جوزها إن هو يحفر الحفرة علشان يدفنوها فيها. بتاخد الكيك وبتدخل على إليف وبتقول لها إنك لازم تاكلي، لأن مامتك موصياني إن لازم أخد بالي منك ولازم أراعيكي. إليف طبعا بتكون رافضة، وبتفضل تفكر إنها ممكن الست دي تكون بتأذيها. عالية بعد كده بتتصل بملك علشان تطمن عليها هي وإليف، لكن ملك طبعا بتصدمها وبتقول لها ان إليف مفقودة ومش لاقيينها، وان احنا كمان دلوقتي بلغنا الشرطة وانهم مش لاقيينها في اي مكان. وقتها أرزو بتخرج وعالية بتتكلم مع ملك. على طول عالية بتشك فيها، وطبعا اول ما بتقفل بتتهمها ان هي اللي سرقة البنت. أرزو بتقول لها ان انتوا دايما بتتهموني باي حاجة انا ماليش اي ذنب فيها، لكن عالية بتقول لها انا عارفة ان انت ورا كل اللي حصل، ولازم تقولي دلوقتي انت وديتي إليف لفين. إليف بعد كده الست بتدخل عليها وبتلاقيها اكلت كل الكعكة. طبعا وقتها بترتاح وبتطمن وبتبقى فاكرة ان إليف فعلا اكلتها، وبتقول لها دلوقتي لازم تنامي وترتاحي، لكن إليف بتفضل تبكي وبتقول لها ارجوكي وديني لماما. طبعا الست بتكذب عليها طول الوقت وبتقول لها ان مامتك هتيجي تاخدك من هنا. وقتها أرزو بتتصل عليها وبتفهمها انها خلاص البنت اكلت فعلا السم اللي هي حطاه لها. أرزو بتتبسط جدا وبتبقى فاكرة خلاص انها خلصت من إليف. بعدها الست هي وجوزها بيكونوا خلاص بيجهزوا الحفرة علشان يدفنوا البنت فيها، لكن بيروحوا يجيبوها من اوضتها ومش بيلاقوها في اي مكان. وقتها بيكونوا هيتجننوا، لكن فعلا مش بيلاقوها في اي مكان. إليف في الوقت ده بتكون قدرت تهرب منهم وخرجت برا البيت، وكمان سردار بيلاقيها وبياخدها لانه بيكون مراقبها من الاول، وبيعرف ان أرزو اخدتها وكمان اديتها للست دي واكيد ناوية تتخلص منها. إليف وقتها بتحكي لسردار عن كل اللي حصل، وانها سمعت كل كلام الست وجوزها، وفهمت ان هم هيسموها علشان كده ما اكلتش الكعكة وبتلاقيها كلها. سردار في نفس الوقت بيفضل يفكر في كلام جونجا انها لازم تعرف كل الحقيقة، وانه فعلا لو عايز بنته توجا ولازم ياخدها معاه لازم يسلم البنت الحقيقية لكنان. سردار خلاص بيكون فكر انه فعلا هيعرف كنان الحقيقة، وانه هيعرفه على بنته إليف علشان يقدر ياخد بنته توجا. الست وجوزها طبعا بيفكروا انهم يكذبوا على أرزو ويقولوا لها انها فعلا دفنت البنت علشان يقدروا ياخدوا المبلغ اللي هم محتاجينه وبعدها يهربوا. ملك بعد كده بتروح لبيت أرزو وبتتهمها انها اللي سرقت بنتها، لكن أرزو طبعا بتقابلها بكل برود وتقول لها ان انا ماليش اي ذنب في اي حاجة، وان انتوا دايما كل مشاكلكم ترموها عليا وتلوموا فيا. ملك بتفضل تهدد في أرزو وبتقول لها صدقيني كنان لازم يعرف كل حاجة النهاردة، وكل الحقائق والأسرار لازم تتكشف قدام كنان، ولازم يعرف مين هي بنته الحقيقية. عالية بعدها بتاخد ملك وبتهديها وبتقول لها لازم نتكلم بكل هدوء. كنان بعد كده بيكون راجع من شغله وبيجيله رسالة على موبايله، حد بيقوله يا ترى حابب تعرف سر حياتك ولا لأ. وقتها طبعا كنان بيستغرب وبيبقى فاكر ان الرسالة دي من نجدت، ويقول لنفسه ان انا مش فاضي حتى اقضي نص وقتي معاك، وان انا مش فاضي للخناق ولا كل الكلام الفاضي اللي انت عايزه، ومش بيشغل باله ابدا بالرسالة وكأنه ما شافهاش. ملك بعد كده بتفضل تقول لعالية ان انا لازم احكي لكنان على كل حاجة، لكن افروز طبعا بيقول لها ان ده مش صح ولازم تحكي قدامه وش في وش، وانه مش صح الكلام ده يتحكي على التليفون ولازم تلاقي بنتك الاول. بعدها زينب وسليم بيجوا وبيسألوهم وبيعرفوا ان إليف مفقودة. طبعا بيتوتروا وبيزعلوا وخلاص بيقرروا انهم هيخرجوا ويدوروا معاهم. جونجا بعد كده بتتصل بسردار وبتعرف ان هو اخد إليف، وانها كانت خطة طبعا لأرزو وناوية تنتقم منها وتقتل البنت، وبيقول لجونجا ان السر الكبير ده لازم يتكشف النهاردة وكله يعرفه، وان طبعا فكرت في كلامك وعلشان اقدر اخد بنتي لازم اعرف كنان مين هي بنته. جونجا بتقول له يا ريت تعرفنا على مكانك وانا هاجي لحد عندك علشان اقابلك، لان في سر اكبر وحاجة مهمة ولازم تعرفها.
إليف بعدها بتسأل سردار يا ترى هتوديني لماما ولا لأ، وبيقول لها إن أنا هوديكي لباباكي ولمامتك، لكن إليف بتقول له إن أنا بابا دايما عصبي ومش بيحبني. وسردار بيضحك وبيقول لها أكيد بابا هيحبك أول ما هيعرفك، إن النهاردة خلاص لازم كله يعرف مين انتي، لأن انت طبعا الوريثة الوحيدة لعيلة أمير أغلو. سردار وقتها بيفضل يفكر ازاي لقى إليف وازاي قدر ياخدها من أرزو، وطبعا بيكون مراقبها من الأول، من أول ما الست دي جابتها للعربية وكمان أخدت منها عينة شعر، وبيكون عارف ومتأكد إن أرزو أكيد هتأذيها. كمان بعد كده بيفكر في الرسالة تاني وبيقول يا ترى ايه هو سر حياتي، وبيكون طبعا بدأ يتوتر ويقلق ويا ترى الرسالة اللي جاياله. أرزو بعد كده بتتصل بباباها نجدت وبتقول له إن خلاص أمر إليف انتهى، وإن خلاص ما بقاش في أي وريث وحيد غير بنتي توجا أمير أغلو. نجدت بيتبسط جدا وبيقول لها بجد انت محتاجة جايزة على كده. جونجا بعد كده بتحاول تخرج وطبعا من غير ما حد يشوفها، وبتكون هتدي طبعا سردار رسالة علشان يقدر يقنع كنان ان فعلا بنته إليف. جونجا بتكون وصلت لسردار وبتقول له ان انا هديك قنبلة وعليك انت تفجرها، وبتقول له ان الرسالة دي موجودة معايا وإيبيك كاتبة كل المعلومات اللي تثبت ان إليف بنت كنان، وان الرسالة دي مفيش اي حد قراها غير عليا، ومفيش اي حد في القصر يعرف الحقيقة غير انا وهي، وانا لما قررت خلاص ان اخرج من القصر خدت كل الحاجات اللي انا محتاجاها. سردار بيفرح جدا بالرسالة، وطبعا جونجا بتقول له ان كل المعلومات اللازمة موجودة جوه الورقة هنا، وان دي قنبلة بين ايديك وفجرها وقت ما تحب. وبتكون طبعا عايزة تهزم أرزو وتتحداها وتكسرها بأي طريقة. ملك وعيلتها بعد كده بيكونوا قاعدين وفجأة بتلاقي رسالة وطبعا فيها بنتها إليف وهي صاحية، وبتضحك وبتقول لها ما تقلقيش عليا يا ماما لأن أنا عايشة وكمان كويسة. ملك على طول بتتبسط أول ما بتشوفها، لكن بتحاول ترن على الرقم اللي باعت الرسالة ومش بيرد عليها. طبعا ملك بتقلق أكتر وبتخاف على بنتها أكتر، وبيتصلوا بالشرطة وبيدوها رقم التليفون وأكيد هتتعامل وهيلاقوا إليف. جونجا بعد كده بترجع للبيت ونجدت بيسألها يا ترى كانت فين. جونجا بتكذب عليه وبتقول له إن كنت بزور عمتي قبل ما أسافر، ونجدت بيعرفها إن خلاص ميعاد الطيارة قرب ولازم تجهز كل طلباتها. أرزو بعد كده بتكون قاعدة في أوضتها وعالية بتفضل تخبط عليها وبتقول لها أرجوك تفتحيلي ولازم تعرفيني انت وديتي إليف فين وناوية تعملي فيها ايه. أرزو بتكون بتضحك جوه أوضتها وبتقول إنها زي التسجيل المعطل وعلقت على فين إليف، وبيكون طبعا مش هاممها كل اللي بيحصل، وبتبقى فاكرة خلاص إن إليف اتقتلت، لكن للأسف خطتها كلها فشلت وهي طبعا ما عندهاش أي فكرة. بعد كده بيرجع كنان من شغله ومامته بتقابله لكن مش بتحكي له أي حاجة عن اللي حصلت. فيصل بعد كده بيكون بياخد الشنط من جونجا ويحطها في العربية علشان يوصلهم للمطار. وقتها بيفضل يقول لجونجا إنك لازم تعرفيني مكان سردار، وجونجا بتقول له إن أنا معرفش أي حاجة، لكن فيصل بيقول لها أنا متأكد إنك عارفة، وطبعا علشان أخليك تكملي حياتك هنا لازم تقولي لي السر ده، ولازم أعرف مكان سردار علشان أقدر أكمل شغلي مع نجدت. جونجا وقتها بتكون خايفة منه لكن أكيد طبعا مش هتقوله إنها قابلته. بكده نكون خلصنا أحداث حلقتنا النهاردة. بس يا ترى كنان فعلا هيقدر يوصل لحقيقة بنته ولا لسه؟ يا ترى ملك فعلا هتحكي له إن إليف بنتهم هما الاتنين ولا لأ؟ ويا ترى إيه هي نتيجة التحاليل اللي أرزو عملتها؟ لو عايزين تعرفوا الأحداث الجديدة استنونا بفيديو جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.